مشويات ابو وعد، اجمد مشويات بلدي مضمونه هتاكلها في حياتك بجوده عاليه جدا من ايد ابو وعد، لان بقاله سنين محافظ على جودته ومهما الخامات تغلى عمره ما يسترخص على زبونه، لازم يجيب احلى قطعيه. مميز انك مش هتلاقي طريقه تسويه زيه، وطبعا حته اللحمه الكويسه بتساعده في ده. وكمان انت كل حاجة قدامك، اللحوم بأصنافها معروضة وبتتقطع قدامك وانت واقف، وتقدر تشوف كل حاجة بيعملها من تجهيزات وتقطيعات في الاوردر بتاعك، وما عندوش اي حاجة يخبيها. عشان كده انت هتاكل من عنده وانت مطمن. انا مش عايز اقولك انت ريحة اللحمة وهي نية ونضيفة قدامك تجري ريقك بالتتبيلة بتاعته. انت عند استاذ جزارة فاهم في المشويات والتقطيعات وانواع اللحمة، ولو ما لقاش الجودة اللي محتاجها في السوق مش بيجيب ولا بيسترخص. عشان كده هتلاقي عنده أكيلة المشويات، وعارفين إن أبو وعد ليه زبونه اللي ياكل من عنده مرة للأسف ما يقدرش ياكل من بره تاني. الطرب والمنديل وهو ملفوف مش أي حد يعرف يلفه اللفة دي، ولا تلاقي منديل ولحمة بالنظافة دي. صوابع ملبن بتلمع، صدور الشيش بتاعت الفراخ ما شاء الله حجم وتتبيلة ونظافة مش هتشوف زيها، غير إن القطعية من أطرى وأطيب أنواع اللحم في المشاوي. حتى طريقة التقطيع بتفرق، لأنها بتفتت الأنسجة والأعصاب الموجودة من الألياف العضلية، وبكده هتلاقي اللحمة بتستوي بسرعه وطعم اللحمه بتدوب. وهنا بقى بيسقط اللحمه في التتبيله، ومش اي تتبيله، الصلصه مع البهارات بقى وايه مظبوطه عشان لما تسقط اللحمه تلزق فيها وتشربها كويس. حتى التقليبه فيها فن. الكفته المشويه وده الرغيف عنده ب 40 جنيه بلدي في العيش البلدي، والخضره بقى مع الطحينه، والكفته في السيخ ماسكه نفسها، ووعد فنان بيشكلها زي ما هو عايز، وده يدل على انها في تحضيرها مخدومه كويس ومتماسكه. ورغيف الحواوشي الدسم جدا بقى بتوابل الخفيفة ومحروق من بره، وسندوتشات الصدق والكفتة واللحمة على الفحم بقى بتتحمص. لقيتنا النهاردة عبارة عن لحمة وصدق وطرب وكفتة متبلين وجاهزين عشان يتحطوا على الشواية، وليهم بقى طريقة أول مرة أشوفها. الشواية كلها الفحم كله مولع، ونوع معين من الفحم العضوي بحرارة معينة، والحاجة بتستوي بسرعة وبتطلع زبدة. جهز الأكل بتاعنا وزي ما انتم شايفين طالع عامل ازاي، وفرشة اللحوم على الصينية بقى والخضرة الطازة والطرب والصدق. الطبق تحفة فنية مع الممبار، ومين فينا مش بيحب الاكل المشويات؟ وعندهم صاله جوه تقدر تيجي تاكل فيها عشان تستمتع بالاكل وهو سخن. عندهم جميع انواع السلطات بتنزل لك كلها، والتقطيعات بتتم اول باول اوردر باوردر عشان يحافظوا على جوده الخضار. وقال لنا لازم تجربوا الحواوشي لانه مميز بيه. وشلت طبقه الفويل وانبهرت بالمنظر، اللحوم وهي نيه حاجه ولما تتشوي حاجه تانية. سبحان الله، شكل ومنظر يجري ريقك ويجوع اي حد ويجوع الشبعان. بجد منظر الاكل وريحته تفتح نفسك من جماله وحلاوه الترابيزه. الطرب سخن مولع تمسكه في ايديك يسيح مع العيش البلدي في الطحينه على بقك دايب ذوبان ودسم جدا. اللحمه المشويه بتتقطع بكل سهوله، مجرد ما تمسكها في ايديك تلاقي انسجتها بتفك من نفسها، وطريقه التسويه ونوع اللحمه مخلي الدهون بتدوب في بقك. الممبار كان عكس توقعاتنا خالص لانهم مميزين في المشاوي، بس هنا العصبان تحفه والرز مفلفل ومستوي كويس. الكفته بقى مع الطحينه وانا بقول عليها العاشق والمعشوق. طعم اللحمه جامد والطحينه مظبوطه مش مغطيه على الطعم، انت بتاكل لحمه بقوتها بجد ومستطعمها. صدق ده جوسي حرفيا بمعنى الكلمه، عصاره نازله منه عجبني قوي قوي بجد، هم مميزين فيه. ويسكي الغلابه بقى ميه السلطه مشطشطه شويه تبلع بيها الاكل. الحواوشي الكهراوي المحروق المقرمش من بره وعصاره الدهون، الحواوشي ملمع العيش مع الطحينه اخر جمدان. بجد استمتعنا جدا في الاكل في مشويات ابو وعد، وده اطعم واجمل مكان مشويات جربناه لحد دلوقتي. ما يعرفش المكان ده غير اللي غاويين المشويات البلدي على اصولها. قررنا نعرف لمتابعينا اكله المشويات اللي مش هتقدر ما تعتمدش على مشوياته طول حياتها. المكان في العصافره شارع 30 ابو كمال، مساكن الضباط اللي امام مستشفى النيل بعد مسجد الامام الشعراوي، وعندهم دليفري بيوصل لاي مكان. وهنزل المنيو في الكومنتات، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.